بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى اللقاء الذي جمع اليوم عشية اليوم بملعب الشهيد بوهرين شريف بسيدي عبد العزيز بين الفريق المحلي الاتحاد سيدي عبد العزيز والضيف شبيبة سيدي معروف بفوز الشبيبة بهدفين مقابل صفر في لقاء كان شيق على كل حال رغم بعض المناوشات والاحتجاجات من هنا وهناك. معنا مدرب فريق شبيبة سيدي معروف اللاعب المخضرم السابق لعدة فرق والغني عن التعريف اللاعب سامي زقرور، مدرب اليوم كمدرب للفريق الروحي فريق شبيبة سيدي معروف. ألف مبروك كوتش، هنيئا لكم الثلاث نقاط. كيف يعني اليوم مقابلة أكيد كانت صعبة، وهل كنتم يعني جيتوا معولين على الفوز أم كيف تشوف يعني المقابلة؟ بسم الله نبداو وين توقفت، يعني جيت معولين، كنا معولين لأن تاريخيا سيدي عبد العزيز مازال ما اخر مواجهه بينكما هدف مقابل هدف هنا قبل اتمام الموسم الماضي، ومن قبل ما ربحنا هنا في ميدانهم عام صعدوهما. على العموم يعني فريقين علاقه كبيره بيناتنا، ما من الطبيعه التعامل تاعنا تتشابه. كان الفرجه في الميدان بين اللاعبين والحمد لله كانت الكلمه ليهم بالمناسبه نمدوا الكلمه لي هذيك. الف مبروك. اهلا، هذا نرحب بقائد الفريق، قائد فريق شبيبة سيدي معروف اللاعب ايمن قريبه. واش يقرب لك قريبه منير خويا شقيقك الله يبارك، هداف حتى انت اليوم هداف. اذا على خطى اخيه قريبه منير. اذا اهلا بك. كيف يعني كان اللقاء وكيف كانت المقابله، ويعني نبارك لكم يعني هذا الانتصار، وما هي يعني حظوظكم للصعود؟ هل تلعبوا على الصعود يعني ولا ديريجيو ماتش ومن بعد فيها كلمه؟ ان شاء الله الصعود، ان شاء الله الصعود. وكانت مقابله جد ساخنه مع الحاكم حيل علينا كما شفتي. كانت احتجاجات من هنا وهناك على الحاكم، مع انتم تحتجوا سيدي عبد العزيز تحتج. المهم ان اللقاء انتهى في روح عاليه. ان شاء الله كانت روح عاليه وكان ماتش مليح، وان شاء الله اللي ماتش اللي مازالوا ان شاء الله القادم افضل لفريق شبيبة سيدي معروف. ان شاء الله تسود الروح الرياضيه كافه اللقاءات، والاحسن هو الاحسن للصعود. لا الحمد لله، يعني ما نشوفوا في السنوات الماضيه في الشرف الجيجل صح كاين امورات بالك خارج الميدان يبان، بصح في الميدان الحمد لله يعني بشهاده الجميع اللاعبين يعرفوا بعضهم، اصحاب. ما انا مثلا سيدي عبد العزيز نعرفهم كامل من الكور حتى الاخر اللي ديريجو البريزيدون، ما عندنا حتى مشكل مع الامورات هذو. المهم هما في سيدي معروف واحد العام طلعوا كلش في بلادنا وعادي جدا. يعني ما انا واحد من الناس سيدي عبد العزيز نتمنى لهم يصعد، لان عندهم لي موايا لما يلعبوا الفوق. عندهم تبدا اول حاجه بالجمهور، كان خاصه من الملعب زادوا جابوا من الملعب. يعني والله بكل صراحه نتمنى لهم نشوفهم من الفوق، لانه سيدي عبد العزيز من بكري وما زالت ان شاء الله مع الميدان هذا يعاودوا يخرجوا الجيل ونستمتعوا بهم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. بارك الله فيك سامي، حظ موفق وان شاء الله الصعود، ونتمنى التوفيق. يعني نضرب بكل صراحه احنا غريبيه لاعبين جداد ان شاء الله تكوين فريق تنافسي في السنوات القادمه ان شاء الله. ما نقولوش خافوا من الصعود، لان في المستوى لتحت يا تلعب على الصعود يا تلعب. احنا عندنا قاعدين نعطيو فرصه للشباب دي جينيور يلعبوا تيتيلار من الكارديا، دار الله يبارك دار مبادره كبيره وتسبب في باش حكم الجزاء. حنا نديروا الفرصه واذا عطاونا بالمقابل باش نلعبوا الصعود مرحبا، ما عطاوناش نحن نتمنى لهم التوفيق في فرق اخرى وما كاين حتى مشكل. بالتوفيق لفريقك ولكافه انديه الولايه. والى هنا ناتي الى ختام هذا النقل المباشر اليوم. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله تكون الامور يعني صارت في صارت يعني بشكل يعني يعجب يعني المتابعين. والى فرصه اخرى ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.